نستمع لإبراهيم دياز أحد أبرز نجوم ريال مدريد صاحب هدف من الأهداف الثلاثة للريال في هذه المباراة، متحدثا لبي إن سبورتس بعد نهاية اللقاء. معي إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد. مساء الخير، طاب مساءكم. يجب أن تكون سعيدا، انتصار وبهدف أيضا من جانبك. نعم، سعيد جدا بالانتصار وببطاقة العبور للدور القادم وبالهدف. كل شيء كانت ليلة ممتازة. هل كان عليك أن تظهر مدى جودة لتظهر بأنك تستحق دقائق أكثر؟ في ريال مدريد يجب أن تلعب وتقدم مستوى عال دائما، وأنا سعيد جدا بأنني أظهر ذلك أيضا في كل يوم في كل حصة تدريبية وعندما تتاح لي الفرصة. وأعتقد أن اليوم كانت مباراة مثالية لأظهر ذلك مرة أخرى. أنا سعيد جدا وسعيد بثقة الزملاء والمدرب ورويدا، وأنا خاصة سعيد جدا بالترشح إلى الدور القادم. والآن علينا أن نفكر في مباراة فالنسيا. لكنك لم تشعر بخيبة أمل أو بالإحباط، ولم تشتكي أو تتذمر بأنك لا تشارك كثيرا، واليوم شاركت في هذه المباراة، ومن المحتمل أنك ستشارك كثيرا فيما هو قادم. أنا لست بالشخص الذي يشتكي أو يتذمر، أنا شخص يحاول أن يعمل ويظهر جودته في كل يوم وأن أتحدث على أرضية الميدان. أنا سعيد جدا هنا، سعيد جدا في ريال مدريد. هنا يوجد عدد كبير من اللاعبين المميزين والزملاء الذين يساعدوني دائما، والمدرب والجميع. يجب أن أحاول أن أقدم كل ما لدي عندما يكون ذلك متاحا. العالم العربي يعرفك جيدا، والمغرب لديهم حب كبير تجاهك. هل اخترت مع من ستلعب؟ أنا ممتن جدا لهم ولهذا الحب وكل من يتحدث عني، وهذا فقط ما يمكن أن أقوله. أنا ممتن جدا له، ولكن أنا ممتن. هو طبعا يرد بالشكر لجميع المغاربة الذين يحبونه، لكنه لم يجب إن كان قد اختار لحد الآن اللعب مع منتخب المغرب.